رسميا كما شاهدتم انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بالدوري السعودي، حيلعب اللاعب كريستيانو رونالدو بعد هزيمته من مونديال قطر سينتقل للدور السعودي لتغيير الجو، وسيلعب مع حمد الله وأمرابط. يعني هذه كرة القدم، وإن شاء الله يعطي الكثير للدوري السعودي، ولأنه عنده متابعين بالعالم كله الحين. ترند بالسعودية وبدول عربية كثيرة، يعني هاشتاجات ترند بالدول العربية. كريستيانو في النصر السعودي. نتمنى له مسيرة موفقة، لأنه لا صراحة لاعب عظيم رغم إخفاقه في نيل بطولة كأس العالم قطر 2022، لكنه يبقى لاعب مرموق يعني، ولاعب عنده إنجازات في كرة القدم العالمية يعني، وحتى عنده جمهور كبير يتابعه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حتى الشركات السعودية حتستفيد منه، والاقتصاد السعودي حيستفيد من هذا اللاعب. في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، تقريبا ب200 مليون يورو. هذه أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كما أشارت التقارير. يعني صفقة ضخمة ضخمة جدا، لكن السعوديين هذه ليست عندهم ولا صفقة ضخمة ولا أي شيء. بلاد النفط وبلاد الحرمين الشريفين يعني يهون عليهم. ما شاء الله هذا الرقم 200 مليون يورو سنويا، رغم أن الكثير وصفها بالأغلى في تاريخ كرة القدم. تصدر وسم أو هاشتاج كريستيانو رونالدو في الدول العربية أغلبها لأنه جماهير النصر دائما ما تشجع فريقها على أن يعني يجلب هذا اللاعب إلى صفوفه. وأنت قل لي أنت إيش رأيك في التعليقات؟ هل كريستيانو سيعطي للنصر، أم أنه فقط مضيعة للوقت ومضيعة للفلوس؟ أشوف رأيك في التعليقات. وإذا كنت مهتم بالربح من اليوتيوب، متوفر عندنا قنوات للبيع جاهزة للربح وحتى تحقيق شروط اليوتيوب. فقط الرقم حتحصله في صندوق الوصف.